السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل انطلاق مباراة نهائي كاس مصر بين نادي القرن بطل إفريقيا النادي الأهلي ونادي الزمالك، أحب أوجه تحذير وإنذار للكابتن إمام عاشور. إلى المواطن إمام عاشور القاطن بالقلعة الحمراء: لا تلعب المباراة فيها حقد قاتل. تعالى وبدون إطالة نخش في الموضوع. في لاعب سابق كلنا عارفينه اسمه الهجاص وشهرته رضا وعال العال. اللاعب ده انتقل من نادي الزمالك المحلي إلى نادي الأهلي العالمي سنة 1993. تعالى أوريك لاعيبة الزمالك عملوا فيه إيه في أول مواجهة بين الفريقين عشان تاخد بالك من نفسك، لأنهم لو قدروا يموتوك هيعملوها. ما تيجوا نشوف. في الخشبه انما يطرد جوه الملعب. رضا عبد العال، اسماعيل تخبط في رجله وطلعت بدماغه. ايمن تروح لرضا، يرقص رضا وماشي، انما في فاول، ضربه حره مباشره. وهل في كارت اصفر؟ كارت اصفر لاسماعيل يوسف. اول كارت اصفر لاسماعيل يوسف من فاول ضد رضا عبد العال. لغايه لما يقوم رضا، وهيقوم طبعا ان شاء الله. شايف انا رقم 12 عادل عبد الرحمن بيجري التغيير برضه الاول، انما لسه ما فيش استعجال عليه لانه بره الملعب بيسخن. محمد يوسف، ادي خشبه، وزي ما قلت لحضراتكم على طول شغال ياسر ريان، انما عفت نصار اللي بيلعب دلوقتي مكان حسين يلعب يقطعها وتوصل الكوره عمرو الحديدي وايمانويل، يلعبها ايمانويل تخبط في اسماعيل وتروح لمحمود ابو الدهب. محمود ابو الدهب لرضا عبد العال، ورضا عبد العال يلم الكوره وماشي، ماشي رضا وياخد فاول من اسماعيل يوسف. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. اهو رضا واقع على الارض اهو بيتألم. الاهلي يخطف الكوره وتروح لرضا عبد العال ومصفر فاول. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ابراهيم حسن يلعبها لرضا عبد العال وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. فاول على اشرف يوسف. احرز لحظات اللقاء، الدقائق اللي